عملت ايه يا اختي انت وهي في عيد الحب؟ شفت الستوريز اللي انا نزلتها الاسلام امبارح؟ فعلا ما عملنيش اي مفاجاه. اهم حاجه في اللحظات دي الصبر. الحمد لله هو جاب لي هديه، جاب لي الضغط، بيفكر في الشلل والسكر، بس انا مش هديله الفرصه. انا هاخد احتياطي واهرب من البلد. يا سبب فرحتي شايفه نزلة احمد عز والله العظيم. اتفضل يا سلاو. يا سلاو انت جايب هديه ايه يا سلاو؟ بلاش المفاجآت اللي بتجيب الضغط يا سلاو، انا كده كده عندي الضغط. لا ما تقلقيش، سلاو هيعملك احلى مفاجاه، انا بس مش عايزاكي تتوتري. النهارده يوم مميز، حتى المستشفيات كلها كومبليت الحمد لله. مش عايزين نتكلم عن نفسنا كتير. مش عيب عليك يا سلاو تبقى فاتح شنطه بي ام وماسك لي شويه بلالين؟ عايزين هدايا قيمه من ام فلوس كتير دي. ايه ما عدتش عليك؟ الو خلاص بقى يا اسراء تهدي شويه، الراجل جايلك في الطريق. مش كده ما تبقيش ولا زنانه. شفت زلمت الراجل جاي يقولك بخ في ودنك على طول اهو. انت فاجئتني، انا ما كنتش اعرف والله. احنا بنصور، انت موجود معانا في الفيديو. هي ب2 جنيه ونص. اتفضل حضرتك فاجئها. اتفضلي حضرتك، اتفاجئتي ولا لسه؟ يا حبيبتي البلالين دي منفوخه بالهيليوم، دي غاليه جدا. البالونه معديه 300 جنيه، تسيبيهم كده يطيروا؟ طب كنت هتملي العيال يلعبوا بيهم. يلا. ايه بس دي هديه، انت قلقانه ليه؟ وترتيني معاكي. اتفضلي. يا حياه حطيت لها ايه يلا في الهديه؟ يلا حطيت لها حاجه عيب ما ينفعش تشوفها؟ دي دموع الفرحه ولا دموع ايه؟ طيب فهمينا بس، عشان انا ايه لسه جديده في موضوع الهدايا ده. انت لو عملت كده؟ اه والله. احلف بالله. اقسم بدين الله. جايب لك الحاجه، انت ايه مش بتصدقي ليه؟ ماسكه الحاجه في ايدك ومش مصدقاها ليه؟ مش فاهمه ايه عدم المصداقيه في الموضوع. اقسم بدين الله. اقول لك جايبها بكام ومنين كمان؟ بس انت هتذلها يا عم، ما كانتش هديه، ده كلها شوكولاتات. انت طالع لبنت اختك، دي مراتك، يعني عايزين حاجات كده من اللي فيها المظات. ايه فالنتين؟ دي ايوه خلاص انا بقى عشان دي خصوصيات. ما احنا شفنا كل حاجه في البوكس، يعني هو انت كده لما تداري انا كده ما عرفتش اللي في ايدك ده؟ ايه بحب. بحبك قوي. ما هي لازم تحبك قوي. 5 دقايق بس تخلص الشوكولاتات دي وربنا يسترها عليك. النجده 122 والاسعاف 121 تقريبا، يا رب بس ما اكونش متلخبط. يا سبب فرحتي هو ده التقدير ولا بلاش؟ بس العلبه دي فيها ايه؟ دنيتي خلاص كفايه فضايح، الناس عينها وحشه. انا اتفرهدت معاك من كتر ما انت ملففني في الشوارع. هو لسه كتير قدامنا على البيت؟ روايح البلد هلت علينا والله. خلاص والله العظيم دخت وانا بلعب السلم والتعبان. ده انت عرقت لا مؤاخذه واتفرهدت. كنت خدت اوبر ولا كريم يدخلوك لحد جوه؟ برضو انت شايله محمل، ما جاتش من يوم لسه كتير. طيب هنا بقى اللحظة الحاسمة، أنا عايز أعرف جواها إيه. اخلص. أنت كده راجل صح، فاهم الدنيا وفاهم الحياة صح. أهم حاجة ندلع الكرش. عندهم بشريطة حمرا، يعني لو كانت شريطة بيضة مش هيتاكلوا برضه. خليك بحالك، خليني بحالي قلتلك. حاضر هقول. هو كده دايما جايب لك كلام، جايب لك كافيه. عارفه انت لو بيسمع الكلام ما كناش وصلنا لحد هنا. معلش ده انا حقك عليا، انا لما يجي هملص لك ودانه. ده كأني في حلم وبقول يا سلام. ايه يا نيره بتعيطي ليه يا حبيبتي؟ ده جايب لك هديه. جايب لها ايه يا اخويا؟ كرتونه بيض دي ولا ايه؟ هي بقت ب160 جنيه بس ما نجيبهاش في عيد الحب يعني، ما ينفعش. طلع بيض من الغالي، واحدة عاملة 45 جنيه تقريبا، يعني احسبي كده 30 في 45. احسبوا انتوا قولوا لي في الكومنتات. هتتعشوا بيض النهارده ولا ايه؟ مش معنى دي بالذات اللي انت بتفتحيها ها؟ يعني اللي ما خدتيش من الاول. دي بيضة وزة دي ولا ايه؟ بالراحة انت متلهوجة كده ليه؟ اول مرة يجيلك هدايا في كرتونة بيض. الله اتفاجئت الحمد لله.
خاتم الماس. انا الحمد لله جوزي اخر مره جاب لي الضغط، ربنا يستر على اللي جاي. يعني هي جات لك هديه وبتعيطي كمان؟ ايه الافواره دي؟ حلوه الهديه، مبروك مبروك. احنا مش بنقر خالص، ده الماس ده صح؟ ليه يا ام خالد انت هتقضي عيد الحب تحت الحوض ليه يا حبيبتي؟ عازمين الصراصير على الغدا ولا ايه؟ ما تطلعي كده ورينا نفسك، مش هيبقى من كله والله. ما نزلتيش ليه خالد؟ تبدو مهمة صغيرة، صرصرين 3 كده من تحت الحوض، الموضوع مش مستاهل. ايه ده، هو انت هتنامي تحت الحوض النهاردة ولا ايه؟ مفيش عيد حب وحركات وبكوهات وبتاع؟ يلا مش مشكلة. اللي بعده مش انا عيد ميلادي النهارده. ايه ده، وحضرتك عيد ميلادك مع عيد الحب برضو؟ حضرتك بس لابسه البلوزه ونسيت البنطلون، لا مؤاخذه. ايه ظروفه؟ الاستك اتقطع ولا اتفزق؟ هو حضرتك يعني لما ترفعي الكاميرا فوق كده مش هنعرف ان انت مش لابسه بنطلون؟ هو ده اخرة التصوير في البيت؟ غلط، قلنا ما نصورش في البيت بعد كده. يعني حضرتك افتكرت الجوانتي ونسيت البنطلون، لا مؤاخذه تلبسيه؟ انا زعلانه منك حبيبتي. هو انت عملت على الواد تعويذه قلبتيه فار ولا ايه ظروفك؟ بتحبي فار؟ شكلك واخداه تحت التهديد. انا مش مستريحه لك لا انت ولا الفار. وانت جبت له هديه ايه، مصيده؟ يا بنتي انا اخر مره شفت فيها صرصار العماره كلها اتلمت، افتكرت ان في حاجه فرقعت في الشقه. طب انتم مغصوبين على التصوير ولا في حد بيهددكم؟ هي دي تورته كوشت مش عايزه تتقطع. طب انت واقف وراها كده ليه؟ كده بالنسبه للتورته ولا للتصوير ولا الموضوع كله؟ فهمنا بس، لو حد مهددك اعمل كده احنا هنفهم، لكن كده ايه بقى ظروفك في الموضوع؟ بعدين انت كده بتضحكي علينا، انت بتقطعي على الهوا، التورته ما اتلمستش. متأجره طيب؟ هي حاجه من الاتنين، يا متأجره يا كوشت عشان مش بتتقطع. جريتوا ريح على الفاضي. انا عايزه حاجه مسكره دلوقتي، اعمل ايه؟ جميل المنظر اللي حضرتك واقفه فيه. وحضرتك محجبه ودراعتك مكسوفه تتحجب ولا ايه؟ طيب فهمينا بس بالراحه. طب انت لسه ما عملتيش شعرك وهتجهزي يعني ولا ايه؟ يعني لو كانت جت في عيني دلوقتي كنت رفعت عليك قضيه. انا عارفه، انا البندانه النينجا دي جبتها كانت حلوه جدا. هو كده الظهر باين ولا دي كروما ولا ايه ظروفك؟ لا يا اللي تسكعي في افكارك، ده ظهرك باين. اهم حاجه الجوانتي مدفيكي. طب ولازمتها ايه الطاقه اللي في الظهر دي؟ ولا دي عشان التهويه؟ هو مش حجاب، هو لوك، بس ما نلعبش بقى عشان في ناس محجبين ما يتاخدوش في الرجلين. مش حاسه ببرد؟ ده احنا في الشتاء يا شيخ. قررت ان انا اكون القلب الاحمر الكبير. يعني ايه لما اغلط بالقلب الاحمر الكبير؟ مش هو كان القلب الطيب قلب حنين قلب كبير ولا ايه الظروف؟ ومش بس كده، انا ورايا جولييت هانم. انت وصلت لحد جولييت؟ فقلب وجولييت تحسوا قصة حب كده في الفيديو. قلوب عند بعضها يا بنتي والله العظيم. بس انت بررتي نفسك على الفاضي، محدش يستاهل القلب اللي انت عاملاه ده. قولوا لي رأيكم في التعليقات. زفت. رايحه فين يا ضنايا؟ بس رايحه فين بالله عليكي باللي انت عاملاه ده؟ ها ينفع كده؟ طيب السلام عليكم. يا عم ده عيد الحب بقى، ما تبقاش كده انت فاهم. ممكن تبقى مراته ما تظلموش، محدش بيعمل كده في الاماكن العامه غير الناس النوتي بصراحه يعني. وبعدين هذا الصغير كان بيعبر عن مشاعره، كانت بتطلع له الامل بس مش اكتر. انت فهمته غلط. التاني برضه كانت بتطلع له الامل اللي في راسه. مش عايزاكوا تاخدوا كل حاجه بمحمل سيء. هو ده عقاب ولا بيرقصوا عقباوي؟ والله العظيم انا ما شفت اسفه من كده. العقاب ان هم يمسكوا بعض من ودان بعض ويطلعوا يعملوا التمارين دي اللي هم كانوا بيشيلوا الامن كده هيجي لهم اسهال. يا تافه. I love you.